صباح الفل يا حلوين. وانا بتمشى رايحه مشوار كده المفروض بروح له بدري عن المعتاد اللي بنزل علشان العب رياضه فيه، حبيت ادردش على سؤال ساله طفل صغير عمره بتاع 12 سنه كده، يعني كان بيسال على ليه احنا المفروض نروح المدرسه ونذاكر على الرغم ان الذكاء الصناعي بيحل كل شيء. الحقيقه انا ما عنديش اطفال ونرد في نفسي وانتروفيرت كمان، لكن حق اي طفل ان يلاقي اجابات من المجتمع كله. مامته قالت له علشان تطلع مهندس زي عمتك او تطلع دكتور زي بابا او تطلع صحفي زي خاله وحاجه كده. يعني انا بصراحه لو انا مكان ابنها انا مش مقتنعه بالاجابه، لان احنا مش يعني دي مهن، واي مهنه شريفه تمام كويسه، مش السبب اللي بيودينا المدرسه. فانا هجاوب على السؤال، فيلا بينا نشوف هنجاوب نقول ايه. واحد، السؤال ده عميق جدا واجابته ليها اكتر من محور. احد المحاور دي هو عشان تعرف تتعامل مع الذكاء الصناعي نفسه صح. احنا عارفين ان الاي اي عشان تتعامل معاه انت تكتب حاجه اسمها برومت. البرومت ده عشان تكتبه لازم يكون احترافي. طيب مين اللي هيكتب البرومت الاحترافي؟ صاحب المهنه محترف. يعني هدي مثال، لو واحد عايز يعمل على ابلكيشن ذكاء صناعي بيعمل مزيكا وعايز يطلع قطعه موسيقيه، اهني واحد هيعرف يطلع قطعه موسيقيه احترافيه وجودتها عاليه. واحد ملوش علاقه بالمزيكا وبالنسبه له اكتر حاجه يعرفها عن المزيكا دوري مي فاصوليا وانا ما بحبش فاصوليا، ولا واحد خريج كونسرفاتوار ولا موسيقى عربيه دارس ومتخصص في المزيكا، اكيد بس لان هو عنده الجرجن، والجرجن ده يعني المصطلحات اللي خاصه بالمهنه. قيس على كده بقى كل حاجه، جرافيك ديزاين، ويب ديفلوبر، بروجرامر. لو انت مش صاحب المهنه الاصيل ما انتش هتعرف تكتب البرومت اللي يطلع لك المنتج الاحترافي اللي انت عايزه. دي حاجه تانية، خلي بالك انا كل الكلام اللي انا بقوله ده على الذكاء الصناعي الجنريتيف اللي هو ايه، احنا بندخل له اوامر نطلع صور او نطلع نصوص او نطلع اي حاجه ايا مكان. بس لسه ما كلمناش على الذكاء الصناعي اللي هو بتاع المستقبل اللي هم بيشتغلوا عليه، اللي هو المفروض هيبقى بديل للبشر خالص ومحدش يديني اوامر وانا سيد نفسي بنفسي. انا ما كلمتش على ده، مش هكلم عنه في الفيديو ده خالص. طيب عرفنا نكتب البرومت الاحترافي. الذكاء الصناعي اللي في ايدينا ممكن يخرف. طيب انت هتعرف منين انه يخرف لو ما كانش انت عندك المعلومه وعندك المقدره على انك تحكم على المعلومه دي صح ولا غلط؟ يعني انا مش عارف معلومه بس انا مطلوب مني ان انا احكم عليها صح ولا غلط، فهو هيديني المعلومه من المكتبه اللي عنده. ده اللي بيعمله الذكاء الصناعي اللي موجود. طب انا هحكم على منطقيه المعلومه دي ازاي؟ يبقى لازم عقلي نفسه يكون متمرن، مش كده؟ عشان يعمل حاجه اسمها ايه؟ critical thinking، تفكير نقدي. اللي هو ايه تفكير النقدي؟ اللي هو بسهوله انا لما اقول لك ان مثلا ميسي او محمد صلاح، عشان انا بحب محمد صلاح احلى وانا ماليش في الكوره خالص، شاط كوره فهو شافها من الملعب وصلت للمريخ، هل الجمله دي بالنسبه لك منطقيه ولا لا؟ ولما اقول لك انا شفته في التلفزيون هل ده منطقي بالنسبه لك ولا لا؟ لازم يكون عندك منطق تحكم الجمله دي صح ولا لا، فده مش موجود. علشان تحكم لازم يكون دماغك متدرب صح. ايه تدريب بتاع الدماغ، لان الدماغ دي عضله. يعني ايه عضله؟ يعني زيها زي العضلات اللي انت بتروح النادي عشان تتدرب فيه، محتاج ان انت تتعلم ازاي تتعلم، وهو ده اللي انت تاخده في المدرسه. المدرسه هي مكان مش بيديلك كل العلوم، هو مكان بيدربك على ازاي تتعلم علشان بعد كده تقدر تشوف اللي جاي معاك، مش عشان تكون صاحب مهنه معينه، لان المهنه ايا ما كانت ممكن يكون لها بديل. ممكن يجي ذكاء صناعي يلغي المهندسين او يبقى في اقسام مثلا من الطب مش محتاجين، فمش عشان تبقى صاحب مهنه معينه بس علشان تعرف تتعلم. فالمدرسه هو النادي اللي بيدرب دماغك. طيب دي حاجه ثانيه كمان، صبرك على الدراسه وعلى فكره ان انت تقرا ماتيريالز انت حاسسها ممله دلوقتي وتقعد تحل اسئله وتقعد تعمل كل الكلام ده، بيديلك حاجه اسمها ريزيلينس، بيديلك اصرار على انك تتعلم، اصرار على انك تكمل، اصرار على انك تحقق هدف وتحقق تارجت وتقدر تخلص الشابتر ده وتبدا واحد تاني وتخلصه، وكل مره تعمل انجاز انت كمان بتحس بالانجاز. ده هو اللي بيخليك تقدر تستمر في الحياه. لما تتقفل لك باب تقدر تقف على رجليه تاني وتبدا من اول وجديد تتعلم وتفتح لنفسك باب جديد، لان هو ده للاسف اللي مستنيك. يعني لا شغلانه الدكتور ولا المهندس ولا اي شغلانه في الدنيا النهارده تقدر تديها امان او تعمل لها هدف لحياتك، لان الشغلانه نفسها ممكن تتلغي. انت هتعمل ايه؟ يبقى لازم تتعلم ازاي تتعلم. ده المدرسه تعمل. حاجه ثانيه، المدرسه المفروض بتبني لك فاليوز يعني قيم شخصيه، قيم الاخلاق بتاعتك. يعني مثلا لو انت جرافيك ديزاينر او بتشتغل حاجه ليها علاقه بالفيديو او الترويج او الاعلانات او كده، وحد مثلا عرض عليك ان تعالى بالذكاء الصناعي اعمل لي فيديو لمحمد صلاح بيعلن عن لعبه معينه او منتج معين، ومحمد صلاح ما يعرفش ان في
اعلان هيتعمل باسمه وبصورته وانت اللي هتعمله، هل انت هتاخد الشغلانه دي ولا لا؟ لو انت قيمك سليمه، عارف ان انت مش من حقك وانه غلط وانه لا اخلاقي انك تستغل اسم او صوره حد وتعمل بيه اعلان، فانت هترفض. لكن لو قيمك مش موجوده ومش سليمه، اي حاجه فور ماني مباح، مش مهم منين، مش مهم ازاي، المهم اللي يوصل لايدي رزقي. لكن هو مش رزق، هو حرام، لان محمد صلاح علشان يبقى واجهه اعلانيه اشتغل سنين وتعب على نفسه سنين، فبالتالي هو يستحق ان لو حد عايزه اعلان محمد صلاح اللي ياخد حق اسمه وحق صورته ويعمل الاعلان، مش انت اللي تعمله بالذكاء الصناعي عنه. فده مثلا ده من ضمن الحاجات اللي المفروض يتعلم في المدرسه بيديها لك. اتمنى يعني حاجه تانية كمان على مستوى السوشيال، انت لما تقعد قدام كمبيوتر وانا لما بقعد قدام الكمبيوتر احنا بنقعد لوحدنا، احنا بنكلم حته حديث زي ما انا بكلم في حديث دلوقتي. لكن انت لما تروح المدرسه وبيبقى ممنوع عليك ان انت تستخدم الذكاء الصناعي في المدرسه المفروض، فحضرتك بتضطر ان مفيش اختيار تاني غير انك تختلط وتعمل سوشيال مع زمايلك وتبدا ان انت تصاحب وتتعامل وهكذا، وتزعل شويه وتصالح زميلك شويه وهكذا. فبناء عليه ده كمان السلامه الاجتماعيه الذكاء الصناعي مش هيديها لك. مع كتر الاختلاط والكلام ده انت كمان تقدر انك تشتغل على نفسك في حاجه اسمها الايموشنال انتليجنس او الايموشنال سترينث. يعني ايه؟ فكره ان انا وانا بتعامل مع الاخر في المجتمع، مع زميلي في المدرسه اللي هو من اقراني وزعلنا من بعض، انا اقدر ان انا احلل ليه احنا زعلنا، طب ايه الوضع، طب اتعامل ازاي، طب لو مش عارف اتعامل هسال الميس او هسال المستر او هسال بابا وماما. فانا مع الوقت هتعلم الذكاء العاطفي وازاي ان انا اتعامل من غير ما اذي نفسيا واعرف اعدي اي تحديات ليها علاقه بالمجتمع. فدي برضو من ضمن الحاجات. انا بقى هقول لك حاجه ثانيه، المدرسه مهمه مفيش غنى عنها، بس المدرسه زي ما قلت لك هي مش بتعلمك كل العلوم، المدرسه بتعلمك ازاي تتعلم، المدرسه بتتدرب. فانت زي مثلا برضو محمد صلاح بيتمرن مع الفريق، زي ما انت بتتدرب ازاي تتعلم في المدرسه مع الكلاس ميت بتوعك، فمع الفريق اللي هو الكلاس بتاعك، فبنفس طريقه برضو. لكن محمد صلاح ودور على الانترنت هتلاقي ان هو عنده حاجه اسمها برايفت تريننج. يعني ايه برايفت تريننج؟ بعيد عن الفريق بتاعه، هو بيعمل تمرينات خاصه. طب انا هعمل ازاي تمرينات خاصه لعقلي عشان امرن العضله دي؟ بمنتهى البساطه انك تقرا بره المنهج وبره كتاب المدرسه، سواء في مكتبه محليه موجوده في الحي اللي انت ساكن فيه، او انك جزء من مصروفك تشتري كتب، لان هو ده اللي هيحافظ على سلامه عقلك وهيعلمك ازاي تتعلم وهيعلمك لما تقع ازاي تقوم تاني وهيعلمك ان انت تسرفايف، يعني سواء الجنريتيف اي او البشر الاخرين اللي عايشين معاك، او انك تسرفايف اللي جاي السوبر انتليجنس اي الذكاء الصناعي فائق الذكاء اللي هو مش هياخد من حد. فهو ده موضوع. حاجه ثانيه كمان، لو انت اعتمدت على الذكاء الصناعي وبس، واحد انت بتقطع كل المهارات اللي احنا قلناها اللي فاتت، غير كده بيحصل حاجه اسمها برين روت. هو ايه؟ عارف انت لما تيتا تبطل تلعب رياضه فمع الوقت تيتا ما تعرفش تمشي، هو نفس الحكايه. فالعضله اللي احنا ما بنستخدمهاش بتضمر، ما تعرفش تشتغل، بنخسرها. فاحنا لو ما استخدمناش عقلنا ومرناه زي ما قلنا قبل كده، اللي بيحصل ان احنا بنخسره، بيحصل عدم الدماغ، ما بنقدرش ان احنا نستوعب، بنسمع ما بنستوعبش اللي بيتقال، بناخد قدرتنا على تواصل، بناخد قدرتنا على الفهم. فالذكاء الصناعي مش هينفعنا. تمام؟ هو ده ليه احنا بنروح المدرسه. وفي مواضيع ثانيه ممكن نتكلم فيها لو حابب، ولو عندك سؤال قول لي، اكتبه لي تحت وانا هجاوب عليه. بس سلام.